السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أمير. اليوم راح نديروا مع بعض وصفة خبز الباي أو خبز تونس. هذه الوصفة مش جديدة ولكنها يعني رائعة. نروحوا مع بعض إلى المقادير. عندي هنايا 4 حبات بيض، ملعقة صغيرة فاني، وهنايا عندي ربع كوب سكر فقط، يعني ما نحتاجوش بزاف سكر باسكو فيها الشربات راح تكون حلوة بزاف. نحطوا السكر مع البيض ونخلطوهم يا اما بالضراب اليدوي او بالضراب الكهربائي الباتور. نخلطوهم بيا حتى يبيض معنا شويه الخليط. وهنا نضيفوا كوب من الكاوكاو او الفول السوداني محمص ومطحون. عندي زبدة كاس إلا إصبع زبدة، ذوبتها وخليتها حتى نبردت شوية. وهنايا عندي كاس إلا ربع من جاتو بيمو، وكاس إلا ربع من خبز مطحون محمص ومطحون. وعندي هنايا لاليفيور كيس وربع من الخميرة الكيميائية. نخلطه مليح بهذه الطريقة. ومن بعد نجيبوا البلاطو اللي يدخل الفوق كيما هذا ولا اي نوع عندكم، تقدروا تستعملوا اي نوع. انا درت في بلاطو كيما هذا وخليت شويه راح نديرهم في الكيسات تاع الالومنيوم. هادو لي كيسات. وهنا ندخلوهم للفور على 180 درجة، نخليوهم حتى يطيبوا من التحت ومن بعد نعاودوا نرجعوا لها من الفوق نحمروا حتى تحمر من الفوق. وهنايا بعد ما طابت نسقوها مباشرة بالشربات. وهنايا عفوا ما كنتش نصور كي كنت ندير في الشربات. شربت وش فيها كوب ونصف من السكر، نفس الكوب اللي كينا به في الاول، مع 3 كيسان من الماء وطرونش تاع قارص. نديروهم على النار قيس ما يغليو، نقصولها ونخلوها 20 دقيقة باش يثقلنا، باش تثقلنا الشربات، تعود لنا ثقيلة ماشي شربات اللي تعود كيما تاع البسبوسة ولا. تسقيها مباشرة والشربات لازم تكون باردة. انا كي كنت نصور ما صور ليش الفيديو، راح لي المقطع عفوا. وهنا عندي عسيلة راح ندهنها فوق السطح على جال بغيون باك باش تبريي من الفوق. تقدري ديري ناباج ولا اي حاجة يعني على جال برك باش يبري من الفوق. والتزيين ثاني يبقى اختياري كيما تحبي تزينيها.
فوالا لكم النتيجة، يعني جات ما شاء الله مشربة وجات يعني الحجم اللي حبيته. بعد جا بهذا الحجم ما نشتيهاش تكون طالعة بزاف وما تكونش هابطة طول بزاف، يعني جات ما شاء الله. وجربوها، هذه الوصفة بنينة يحبوها كامل ومتأكدة راح تعجبكم هذه الطريقة، وخاصة في رمضان يعني نشتو المعسلات حاجة تعود معسلة وحلوة. شاهدكم في الجنة إن شاء الله. إذا كانت هذه هي الوصفة تاع النهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.